قبل ما نبدأ، ده الجزء الأول والتاني من فيلم أفاتار، واللي لازم تتفرجوا عليهم عشان تفهموا وتفتكروا الأحداث قبل ما الجزء التالت ينزل، واللي هننزله لكم على طول بعد 5 أيام، واللي هتبقى أحداثه فيها مفاجآت كتير، زي إن جيك هيتقبض عليه، والأول مرة هينزل كوكب الأرض بالأفاتار الخاص بيه، وبرضه لأول مرة هنشوف صراع بين قبائل شعب النافي وبعضها، وهنشوف مايلز وهو بيتحد مع قائدة قبيلة النار، وده هيخلي جيك يستسلم ويبقى ضعيف جدا قدامهم. فهل البشر هيقدروا يحتلوا شعب النافي ولا هتفشل مهمتهم زي كل مرة؟ فاعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا اشعار الجزء الثالث اول ما ينزل على طول، وحاولوا توصلوا الفيديو ده ل 10,000 لايك. وتعالوا بقى نفكركم بالاحداث القديمة. فيلمنا بيبدأ في المستقبل مع جندي بحرية واللي بيكون اسمه جيك، وبنعرف انه اتصاب خلال الحرب إصابة في العمود الفقري، وبسببها جسمه اتشل، واضطر جيك من وقتها ان هو يتحرك على كرسي بعجل، لان العملية اللي محتاج يعملها في العمود الفقري مكلفة جدا وبيبقى مش معاه تمنها. لكن جيك من جواه برغم ان هو مشلول حاليا لكنه بيحب المغامرة لسه، وبيحب يحس ان هو عايش حياته زي الاول، لان هو رافض فكرة انه يعيش عاجز طول عمره. وفي ليلة بيكون جيك في ملهى ليلي وبيلاقي راجل بيضرب واحدة ست، فبيروح يدافع عنها وبيضرب الراجل وبيتخانقوا سوا، لكن الامن بيرموا جيك بالكرسي بتاعه بره الملهى الليلي. وساعتها بيقابل جيك مندوبين من وكالة فضائية وبيبلغوه ان توم اللي بيكون اخوه التوأم مات، وبنعرف ان توم كان عالم فضائي ودرس 3 سنين في مشروع فضائي كبير اسمه برنامج افاتار، والبرنامج ده بيعمل مشروع فوق كوكب شبيه لكوكب الارض، واسم الكوكب ده بيكون بندورة، وبيسكن الكوكب ده شعب اسمهم شعب النافي، واحجامهم بتكون كبيرة شوية عن البشر، ولون جسمهم بيكون ازرق، وبيكون لونهم ده مناسب للبيئة اللي هم عايشين فيها. والوكالة الفضائية دي كانوا معتمدين على توم في مشروع برنامج افاتار علشان ابحاثه ودراسته للبرنامج، والمندوبين بيقولوا لجيك انهم جايين ياخدوه معاهم علشان يكمل المهمة الفضائية مكان اخوه توم، لان جيناتهم بتكون متطابقة ويقدر جيك يحل محله. فبيزعل جيك طبعا على موت اخوه، لكن في نفس الوقت بيحس بامل لان هو هيعمل حاجة مهمة في حياته برغم ان هو عاجز. ده غير انهم هيدوله مقابل مادي كبير جدا، وهيقدر ساعتها يعمل عملية العمود الفقري ويرجع يمشي زي الأول، خصوصا إن كل حاجة في المستقبل بقى سعرها عالي جدا وخيالي. ولكن بيقولوله بإن الرحلة دي هتستغرق سنين، ومنهم بس 6 سنين هيضيعوا في المركبة الفضائية وهم في طريقهم لكوكب بندورة. لكن جيك بيوافق برضه وبيتحمس للمهمة، وبيسافر فعلا جيك في الرحلة الفضائية، وعلشان ما يحسوش بالوقت هو والجنود اللي معاه بيكونوا جوه كبسولات تجميد علشان يناموا 6 سنين كلهم اللي هم مسافة الرحلة، وبعد كده هيبقوا يصحوهم فوق كوكب بندورة أول ما يوصلوا، وأكنهم كانوا نايمين ليلة واحدة. وبتمر 6 سنين مسافة الرحلة وبيوصلوا لكوكب بندورة بسلام، وبيدخلوا الغلاف الجو بتاعه، وبيخرج جيك والناس اللي معاه من كبسولات التجميد، وبعدها بيركبوا طيارة وبينزلوا بيها فوق كوكب بندورة، وبيلبسوا أقنعة الأكسجين لأن مفيش أكسجين فوق الكوكب ده. وبيوصل جيك لمشروع أفاتار العملاق، وبيلاقي هناك جنود كتيرة جدا كانوا زيه وبقوا دلوقتي مرتزقة لوكالة الفضاء عشان الفلوس الكتير اللي بيدفعوها. ولكن جيك رغم عجزه مش بيحس بنفسه بان هو اقل منهم، وبيشوف جيك الالات الضخمه اللي هناك، وبيلاقي سهام لونها ازرق مخترقه العجل بتاع شاحنه ضخمه بتبقى بتمر من قدامه، وده بيفسر ان في مقاومه من شعب النافي وانهم بيعتبروا البشر محتلين لان السهوم دي تابعه لشعب النافي. وده فعلا اللي بيعرفه جيك لما بيحضر هو والجنود اللي معاه محاضره مع مايلز، واللي بيكون القائد بتاع الجيش اللي موجود فوق كوكب بندوره، وبينبههم مايلز بخطوره مقاومه شعب النافي لانهم شعب ذكي واقوياء جدا واحجامهم كبيرة، ورغم انهم بيمتلكوا اسلحة بدائية لكنها بتكون اسلحة قوية جدا ومميتة. ده غير ان معظم الحيوانات بتاعت الكوكب ده مفترسة، فعشان كده بيطلب مايلز من جنوده انهم يتبعوا التعليمات والقواعد علشان ما يعرضوش نفسهم للخطر، لانهم دلوقتي بيعتبروا نفسهم في حالة حرب مستمرة مع شعب النافي. وبيتعرف جيك بعد محاضرة مايلز على 2 من علماء الاحياء وهم نورم وماكس، والعلماء دول بيفرجوا جيك على الافاتار بتاعه واللي كان توم اخوه التوأم بيستخدمه قبل ما يموت. والافاتار ده بيكون مجسم متحرك على هيئة وجسم ولون كائنات شعب النافي علشان يتماشى مع بيئة كوكب بندورة. والافاتار ده بيكون مصنوع من مزيج من الحمض النووي للبشر وحمض كائن النافي علشان يبقوا شبه بعض بالظبط في الخواص والتركيب، وكل واحد هناك بيبقى ليه افاتار بيكون قريب من شكل صاحبه، وبيتم التحكم فيه عن بعد عن طريق وعي الشخص اللي معمول له الافاتار ده. ولكن وقت ما يكون الشخص ده نايم جوه كبسولة مخصصة، والكبسولة دي بتبقى وحدة التحكم
التحكم في الافاتار، لكن اول ما الشخص بيصحى او حد بيصحيه بالاجبار بيفقد التحكم في الافاتار، والافاتار ده بيقدروا يتنقلوا بيه فوق كوكب بندورة زيهم زي الشعب النافي بالظبط. وطبعا عشان جيك يبقى اخو توم التوأم، فافاتار توم هيتفق مع وعي جيك وهيتفق مع جهازه العصبي، وبتوصل في الوقت ده واحدة اسمها جريس وبتكون راجعة من رحلة مع الافاتار بتاعها، وجريس تبقى مديرة تشغيل برنامج الافاتار وهي الكابتن بتاعة الافاتارات كلهم. وبتخرج جريس من كبسولة التحكم وبتشوف نورمو وبتتبسط من وجوده معاهم، لان هو كان زميل توم وكانوا مع بعض في نفس المشروع، فخبرته كويسة كعالم احياء. ده غير ان نورم بيتقن لغة شعب النافي، زي ما في برضه افراد من شعب النافي بيتقنوا اللغة الانجليزية بسبب اختلاطهم وصراعهم مع البشر على الكوكب ده. ولما جريس بتشوف جيك وهو على كرسي متحرك بتقوله ان هي مش محتاجاه لان هو عاجز، وانها كانت محتاجة اخوه مش محتاجاه هو، علشان اخوه كان معاهم من بداية المشروع. وبتسيبه وبتمشي بعد ما احرجته قدام الناس. وبتروح جريس لباركر، وباركر ده يبقى رئيس المشروع كله فوق كوكب بندورة، وبتقول له جريس ان هي مش محتاجة جيك علشان عاجز وكمان ما يعرفش حاجة عن البرنامج اللي هم شغالين عليه. لكن باركر بيقنعها بان جيك ممكن ينفعهم جدا، خصوصا ان هو عنده خبرة عسكرية. وبنعرف من باركر ان هدف مشروع الكوكب ده هو انهم يستحوذوا على حجر مشع موجود تحت ارض الكوكب. والحجر المشع ده هو عبارة عن عنصر اسمه الامبوتانيوم، وسعر الكيلو من عنصر الامبوتانيوم ب20 مليون دولار، لان هو مصدر هائل جدا للطاقة. وده بيفسر طبعا الحرب المستمرة بين البشر وشعب النافي، لان شعب النافي عايشين فوق الارض اللي تحتها الالاف الاطنان من حجر الامبوتانيوم. فبتضطر ساعتها جريس انها تقبل بجيك لان باركر اجبرها على كده عشان هو رئيس المشروع كله. وفي تاني يوم بيجربوا جيك على الافاتار بتاعه، فبيدخل الكبسولة وبينام وبيبدأ يستخدم وعيه في الافاتار بتاعه، وبيفرح جدا خصوصا ان هو بقى يمشي اخيرا على رجله عن طريق الافاتار. وبيطلع من المحطة وبيخرج بره وبيفضل يجري وينط كأنه طفل لحد ما بيقابل افاتار جريس وبتوقفه. وبتحس جريس ان هو قادر يتحكم في الافاتار، وده المهم بالنسبة لها رغم ان هي معارضة وجوده معاهم. وتاني يوم بيقابل جيك القائد مايلز، واللي بيكون مش مقتنع بمشروع الافاتار اللي بيعملوه العلماء، لان هو راجل عسكري مش بيفهم غير في الخطط والحروب. لكنه بيطلب من جيك انه ينقل له كل المعلومات عن شعب النافي علشان مايلز يبقى عارف هو هيعمل معاهم ايه بالظبط، وهل هيضغط عليهم علشان يتعاونوا معاهم ويسيبوا لهم الارض بتاعتهم علشان يخرجوا منها الحجر المشع، ولا هيرفضوا ويحاربوهم. فجيك بيقول له ان هو موافق، وبيطلع جيك ونورم وجريس كافاتارات هما التلاتة. وبتكون دي مهمة استكشافية في الغابة بطيارة هليكوبتر، وبيكون معاهم ترودي كابتن الطيارة. وفعلا بيروح للغابة وبيكون جيك معاه سلاحه، لان هو بيبقى طالع معاهم على اساس ان هو جندي بيحرسهم زي ما باركر اقنع جريس بكده. وبيتفاجئوا وقتها بمخلوقات غريبة وضخمة شبه الديناصورات بالظبط، وساعتها بيهربوا كلهم. لكن المخلوق الضخم بيفضل يجري ورا جيك اللي بيحاول يضربه بالرصاص لكنه مش بيعرف يسيبه، وبيقع من جيك سلاحه وشنطته خلال المطاردة لحد ما بينط من فوق شلال كبير وبيقدر انه يفلت من المخلوق الضخم. وبيصنع جيك باستخدام الخنجر اللي معاه رمح طويل من فروع الشجر، وبيستخدم مادة لزجة قابلة للاشتعال لقاها في الغابة وبيولع فيها بالكبريت. وساعتها بتظهر له حيوانات شبه الذئاب، فبيحاول يبعدهم بالنار لكنهم بيهجموا عليه، فبيبدأ يقاومهم بالخنجر لكنهم بيتكتروا عليه. وساعتها بتظهر نيتيري وبتنقذه منهم. وبنعرف ان نيتيري تبقى بنت زعيم القبيلة يعني من شعب النافي، فبيشكرها جيك وبيكون عاوزها تعلمه اساليب القتال بتاعتها، لكنها بتقوله يرجع مكان ما جه. وساعتها بنلاقي واحد اسمه تسوتي ومعاه جنود وبيروحوا وبيقبضوا على جيك. وبنعرف ان تسوتي بيجهز نفسه عشان هيبقى قائد القبيلة في المستقبل، وبيودي جيك لإيتيكون زعيم القبيلة، ودي قبيلة من قبائل شعب النافي. وبنعرف ان إيتيكون يبقى ابو نيتيري، وبيشوفه زعيم القبيلة وبيكون عايز يقتله لان هو عارف انه جندي. لكن جيك بيترجاهم يسيبوه عشان هو عايز يتعلم منهم كل حاجة ويبقى واحد منهم. وساعتها بتظهر موات ام نيتيري وبتقول لهم انهم يسيبوه. وموات دي هي الست الروحانية اللي بتتواصل مع الاله بتاعهم اللي اسمه اياوا. وبتعرف موات من خلال الاشارات الروحانية بينها وبين اياوا بان جيك شخص طيب وبيختلف عن باقي البشر اللي بيحاربوهم، فبتقرر انهم يمنحوه فرصة تانية. وبتؤمر بنتها تعلم جيك كل حاجة عنهم. وبعدها نيتيري بتاخد جيك علشان ينام لان الدنيا ليلت، واول ما بينام بيكون صحي جوه الكبسولة في المحطة الفضائية، وبكده يكون خرج من الافاتار بتاعه. وبيبدأ يحكي لزمايله كل اللي حصل معاه، وبيكونوا مبهورين جدا لان هو عمل انجاز كبير. وكفاية ان شعب النافي قرروا يعلموه كل حاجة عنهم ويبقى واحد منهم. فعشان كده باركر بيقول لجيك على موضوع حجر الامبوتانيوم واللي عاوزين يطلعوه من ارض الكوكب، وبيطلب منه ان
هو يحاول يقنع شعب النافي يسيبوا ارضهم ويروحوا مكان تاني، وبيقول له يعرض عليهم خدمات مقابل انهم يسيبوا ارضهم، وبيقول له كمان يعرض عليهم لو محتاجين مدارس او ادوية او اي شيء، وبيدي باركر لجيك مهلة 3 شهور، وخلال ال3 شهور دول لو ما اقنعهمش ان هم يسيبوا ارضهم هيهاجموهم بالطيارات المقاتلة والجرافات العملاقة، وساعتها هيدمر ارضهم. فجيك بيضطر ان هو يوافق، وبيروح جيك للقبيلة مرة تانية وبيبدأ يتعلم من نيتيري اساليب القتال بتاعتهم، وكمان ركوب المخلوقات اللي بيستخدموها في الحروب، وكمان بتعلمه نيتيري لغة شعب النافي. ولما بيرجع جيك للمحطة الفضائية بيقول لباركر ومايلز على مداخل ومخارج القرية اللي فيها القبيلة، وكمان النقاط المحصنة عندهم والضعيف علشان يعرفوا هيهاجموهم ازاي. وبيشوفوا ماكسي وهو بينقل المعلومات دي لباركر ومايلز، فبيروح ماكسي وبيقول لجريس، فبتتضايق لانهم بيتدخلوا في شغلها، ده غير ان اساليبهم عدوانية. وعشان كده جريس بتاخد فريقها وبتروح لمعسكر تاني مجهز بكبسولات الافاتار علشان يبقوا بعيد عن باركر ومايلز. ومن المعسكر ده بيكمل جيك مهمته وبيروح كل يوم لنيتيري علشان تكمل الحاجات اللي بتعلمها له، وبيتعلم جيك كل يوم مهارات جديدة وبيتطور بسرعة كبيرة. وبيجي اصعب تحدي لجيك وهو ركوب طائر الايكران اللي بيستخدمه شعب النافي للتنقل في الجو. فعلا بينجح جيك انه يركب الطائر ويتمكن من الطيران بيه كمان، وبتخلص ال3 شهور وبتنتهي المهلة اللي كان واخدها علشان يتجسس على شعب النافي. لكن جيك من جواه بيكون زعلان لانه بيخونهم، وعلشان كده بيطلب منه مايلز ينهي المهمة لان هو خد كل المعلومات اللي هو محتاجها لغزو القبيلة. وبيقول لجيك ان هو هيرجعه لكوكب الارض تاني علشان يعملوا له العملية اللي في العمود الفقري. لكن جيك بيقول انه لازم يحضر الاحتفال اللي هتعمله القبيلة علشان بقوا يعتبروه واحد منهم رسمي، ووقتها هيعرف يقنعهم انهم يسيبوا ارضهم بدون مشاكل. وساعتها مايلز بيوافق وبيسمح له انه يروح، فبيروح فعلا جيك وبيحتفل معاهم وبيبقى واحد منهم رسمي، وكلهم بيكونوا حبوه. وبيعترف جيك بحبه لنيتيري. وفي يوم بيكون جيك مع نيتيري وبيكون نايم لانه بيكون صاحي جوه الكبسولة ولسه بيفطر، فنيتيري بتحاول تقومه من نومه علشان لقت الجرافات بتدخل للغابة وبتقطع الاشجار. فبيخلص جيك الفطار وبيدخل الكبسولة وبيرجع بسرعة للافاتار، وبيقدر انه يهرب من الجرافات هو ونيتيري. وفي غرفة العمليات العسكرية بيكونوا شافوا جيك وهو بيحاول يمنع الجرافات من انها تدمر الغابة، وبيتضايق منه مايلز وبيحس ان هو خانه علشان واقف مع شعب النافي. وفي نفس الوقت ده كانت القبيلة بتستعد للحرب، فبيحاول جيك يمنعهم لكنه مش بيلحق لان قوات الجيش في الوقت ده بتكون وصلت للكابينة اللي فيها كبسولات الافاتارات واقتحموها وفصلوا الكبسولات عن جيك وجريس، فبالتالي وقعوا على الارض وبيكونوا فاقوا جوه الكبسولات. فبيبتدي جيك وجريس ونور يلموا حاجاتهم من الكابينة اللي فيها كبسولات الافاتارات لانهم مش بايديهم حاجة تانية يعملوها. فبتروح جريس تترجى باركر ان هو يلغي المهمة لان القبيلة عندهم اطفال وستات وحرام يموتوهم، وبتطلب منه يديها فرصة اخيرة تروح تقنعهم انهم يسيبوا ارضهم. فبيوافق وبيديها مهلة ساعة واحدة بس وانها تحاول فيها. فعلى طول بيدخل جيك وجريس كبسولات الافاتارات بتاعتهم وبيروح للقبيلة وبيقولوا لهم بان سكان الارض جايين عليهم بالجرافات والطيارات الحربية وهيدمروا القرية كلها، وانهم لازم يسمعوا الكلام ويسيبوا ارضهم. وبيقول لهم جيك على الحقيقة كلها، وبيقول لهم ان هو كان بيتجسس عليهم لحساب سكان الارض، لكن ضميره صحي وقرر ان هو يساعدهم لانه حاسس انه بقى واحد منهم، لكنهم بيتضايقوا منه وبالذات نيتيري. وبيقرروا وقتها انهم يربطوه في شجرة. وبيوصل مايلز في الوقت ده بالطيارات الحربية وبيبدأ في الاول يحدف قنابل الغاز المسيلة للدموع، فبالتالي القبيلة بتبدأ تقاوم الطيارات بالسهوم بتاعتهم، وطبعا بتكون بدون اي نتيجة علشان فرق القوة اللي ما بينهم. وبعدها الطيران بتضربهم بالقنابل الحارقة وبيدمروا الغابة. فبتروح مواد تفك جيك وجريس وبتطلب منهم ينقذوهم، وبعدها الطيارات بتضربهم بالصواريخ. وفي الوقت ده ترودي بتنسحب بطيارتها وبترفض ان هي تشترك، وبسبب الهجوم ده بيموت ايتيكون زعيم القبيلة وبتزعل عليه نيتيري بنته جدا. وفي الوقت ده في القاعدة العسكرية بيفصل باركر الكبسولات عن جيك وجريس لان خلاص مهلة الساعة خلصت، فبيصحوا وبيتم اعتقالهم وبيحبسوهم. لكن بتيجي ترودي وماكسي وبيقدروا يخرجوهم من الحبس اللي هم فيه، وبيروحوا كلهم على الطيارة الهليكوبتر. لكن مايلز بيعرف انهم بيهربوا فبيضرب الطيارة بالرصاص، وفعلا ساعتها بتتصاب جريس لكنهم بيقدروا يهربوا وبيروحوا عند المعسكر. وترودي بتقدر انها ترفع الكابينة اللي فيها الكبسولات بطيارتها علشان ينقلوها جوه الغابة في مكان بعيد عن مايلز وباركر. وبيدخل جيك وجريس بسرعة جوه الكبسولات، واول حاجة بيعملوها انهم بيطلبوا من مواد ان هي تساعد جريس في علاج اصابتها عن طريق الشجرة المقدسة اللي بتعالج بيها المرضى. لكن للاسف بسبب جروح جريس الخطيرة بتموت. وبيقدر جيك انه ينط فوق طائر اسمه التروق، وده طائر خطير وكبير شبه التنين ومحدش بيقدر يركبه. وبيروح جيك بطائر التروق للقبيلة، وهناك كلهم بيبدأوا يحسوا ان هو شخص
خارق علشان قدر يروض طائر الطروق. وبيحاول وقتها جيك ان هو يحمسهم، وبيقرروا انهم يروحوا لباقي قبائل شعب النافي علشان يتحدوا كلهم ويقاوموا هجوم البشر. وفعلا بيجمعوا حشد كبير من القبائل التانية وبيجهزوا جيش كبير جدا، وبتبدأ القبائل كلها تهاجم من البر وكمان من الجو باستخدام الطيور المجنحة. وبتوصل طيارات عسكرية تانية وبتنزل على الأرض وبينتشر الجنود وسط الغابة. لكن قبائل شعب النافي بتقاوم بكل شراسة وبتدمر طيارات كتير من جيش البشر. وترودي بتساعد شعب النافي في تدمير الطيارات العسكرية، فساعتها مايلز بيضربها بالنار فبتقع بطيارتها وبتنفجر. لكن وقتها كل حيوانات وطيور الغابة بتتحد هي كمان وبتحارب البشر لأنهم برضو بيدافعوا عن أرضهم. وبينزل مايلز من طيارته بروبوت آلي علشان طيارته انفجرت لما جيك حدف فيها قنبلة قبل ما يحدفوا على قبائل شعب النافي القنابل القوية واللي كانوا سايبينها للآخر. وعلى الأرض بيشتبك مايلز مع جيك، وقبل ما يقتله بالخنجر بتروح نيتيري وبتقتل مايلز بالسهام. وبتلحق نيتيري انها تنقذ جيك وتلبسه قناع الاكسجين جوه الكابينة لان مايلز كسر ازاز الكابينة اللي فيها كبسولات الافاترات بتاعتهم، فالاكسجين اللي جواها اتسرب. وبتنتهي الحرب وبيكسب شعب النافي المعركة وبيطردوا كل البشر اللي على كوكبهم وبيسيبوا بس جيك وافاترات تانيين. وبيقرر جيك يبقى واحد منهم بجد، فبيودوه للشجرة المقدسة وبتتنقل روحه ووعيه للافاتار بتاعه علشان يبقى عايش باقي عمره مع حبيبته نيتيري وشعبها الطيب. وبكده بنكون خلصنا الجزء الاول، وتعالى بقى نبدا الجزء الثاني. بيبدا الجزء الثاني على كوكب بندورة، وبتكون عدت سنين كتير على طرد البشر الارضيين من الكوكب، واللي طردهم بيكون جيك والعلماء وقبائل شعب النافي. وبنشوف ان الحيوانات والطيور رجعوا تاني هم والطبيعه الخلابه. وبنعرف ان في علماء فضلوا على كوكب بندورة بالافاتار الخاص بيهم لان الحياه الطبيعيه عجبتهم وبقت بالنسبه لهم مكان احلى من كوكب الارض، زي نورم وماكس واللي بيكونوا عايشين على اساس انهم بشر عادي زي ما هم، والافاتار الخاص بيهم لسه موجودين معاهم ولما يحبوا يستخدموها بيدخلوا الكبسولات بتاعتها. وكمان بنعرف بان جيك بعد ما نقل الوعي بتاعه كله لجسم الافاتار بتاعه واتجوز نيتيري بقى هو زعيم القبيله، وخلف من نيتيري 3 اطفال وكبروا على مر السنين. وبيكون جيك مربي ولاده تربيه شبه عسكريه، والاهم من ده ان هو حسه الامني عالي عشان هو عارف ان البشر مصيرهم هيرجعوا تاني وهيحاولوا يحتلوا الكوكب تاني وهينتقموا من كل شعب النافي بكل قبايله. وكمان بيكون معلمهم هو ونيتيري خلال السنين اللي فاتت دي حاجات كتير زي الصيد والقتال وركوب طيور الايكران المجنحه. لكن الوحيد اللي بيركب طائر الاتروك الضخم هو جيك لان هو اللي مروده، وبالله انه كمان علمهم اللغات النافيه والانجليزيه. وحياتهم بقت لطيفه ومستقره، وبنتعرف على اولاد جيك بالترتيب. واكبر ابن ليه هو نيتيان، والاصغر منه ولد اسمه لواك، واخر واحده هي بنت واسمها توك، ودي تبقى بنته الاصغر والاخيره. لكن جيك ونيتيري بيبقى عندهم ابن رابعه بالتبني وهي كيري. وبنعرف ان كيري تبقى بنت العالمه جريس اللي ماتت في الجزء الاول، وبعد ما كيري اتولدت زرعوا لها وعي وذكريات جريس زي ما جيك عمل، بمعنى ان جريس خلاص ماتت وافاتارها هو كمان مات، لكن وعيها وحياتها كلها بقت جوه جسم كيري بنتها. وبيخمنوا بان غالبا جريس كانت بعلاقه عاطفيه سريه مع نورم، وانهم عملوا العلاقه دي وهم في جسم الافاتار الخاص بيهم، وانها حملت منه قبل ما تموت. فبيتوقعوا ان كيري تبقى بنت نورم، لكن بيبقى لغايه دلوقتي نورم لسه ما اعترفش بكده. وكمان بنشوف طفل تاني عايش وسط اطفال جيك ونيتيري، وكمان بيبقى هو الوحيد اللي في جسم بشري وبيبقى اسمه سبايدر. وبنعرف انه ابن واحده ست كانت بتشتغل في المحطه الفضائيه من سنين، وكانت على علاقه سريه بالقائد مايلز، لكن بيبقى هما الاتنين ماتوا في المعركه الاخيره اللي حصلت بين البشر وبين شعب النافي. بس بنعرف ان العلماء وقتها قدروا انهم ينقذوا الطفل اللي في بطن الست دي وسموه سبايدر. وبنشوفه وهو وسط اطفال جيك ونيتيري وبيبقى متربي معاهم من صغره وبيعاملوه كانه واحد منهم. لكن بنلاحظ ان نيتيري مش قادره تحبه لانه بيبقى ابن مايلز عدوهم. وفي يوم وهو جيك ونيتيري قاعدين بيلاحظ بهالة ضوء كبيره جايه من السماء، وبيكتشفوا ان البشر جهزوا نفسهم ورجعوا تاني بعد كل السنين دي لكوكب بندورة، وبيرجعوا تاني بسفن ومراكبهم الفضائيه وبشكل اكبر من الاول بكتير وبتكنولوجيا احدث بكتير. وبينزل البشر على كوكب بندورة، وبسبب محركات السفن بيحرقوا الاشجار، فالحيوانات والطيور بتهرب تاني بعد ما عاشوا سنين استقرار وسط الطبيعه. والبشر بيكونوا راجعين المره دي باحلام الغزو من جديد واحتلال للكوكب علشان يعملوا عليه مشاريعهم الضخمه وينهبوا ثروات الكوكب. والاهم من كل ده انهم راجعين علشان ينتقموا من جيك وشعب النافي علشان الحرب اللي خسروها قدامهم من سنين. فنيتيري بتحزن وبتبكي لانهم ما صدقوا يعيشوا في سلام وامان بعيد عن سكان الارض المحتلين، خصوصا بان هي دلوقتي بقت فطبيعي انها تخاف على
ولادها أكتر ما هي خايفة على نفسها. وبعد مرور سنة بتوصل بعثة فضائية جديدة من أفاتارات البشر لكوكب بندورة، وبيخشوا فعلا الغلاف الجوي التابع لكوكب بندورة علشان يهبطوا عليه. والبعثة دي طالعة من كوكب الأرض، وكان بقالها 5 سنين في الطريق. وبيكون مع البعثة الفضائية دي أفاتار القائد مايلز اللي مات، وكمان أفاتارات زمايله الجنود الميتين، لأن مايلز هو كمان جاي علشان ينتقم، ولكن بشكل شخصي، وتحديدا بيكون عايز ينتقم من جيك ونيتيري، لأن جيك هو اللي حاربه لما اتحد مع شعب النافي، فبيعتبر بالنسبة له إنه خاين، ونيتيري هي اللي قتلته بالسهام. والأفاتارات بتاعت مايلز وجنوده برضه قصتهم تشبه قصة كيري اللي اتنقل لها وعي أمها اللي ماتت، لأن مايلز قبل ما يموت كان متفق مع باركر وقال له إن هو وجنوده إذا ماتوا في الحرب فينقلوا وعيهم وذكرياتهم في أجسام أي أفاتار قوي علشان يقدروا يواجهوا أفاتارات جيك وزمايله العلماء وشعب النافي. وفي يوم بيجهز جيك هجوم على قطر إمدادات عسكرية للبشر وعلى طيارات عسكرية طايرة للدفاع عن القطر، وبيهجم جيك من الجو على الطيارات العسكرية باستخدام الطيور المجنحة، وبيكون معاه مراته نيتيري وأولاده نيتيان ولواك للمراقبة. والهجوم البري على الأرض بيكون متزعمه نورم ومقاتلين من قبيلة الأوموتيكايا، فبيفجروا السكة الحديد بتاعة القطر وبيخرجوا القطر عن مساره وبيدمروا الطيارات الحربية، وبياخدوا كل الغنايم اللي بيلاقوها قدامهم من أسلحة ومعدات وقنابل. لكن بيتفاجئوا بطيارات حربية جاية تهاجمهم من بعيد وبيقتلوا كذا واحد من قبيلة الأوموتيكايا، لكن جيك وعيلته والعلماء بيقدروا يهربوا منهم. وبيوصل مايلز والضباط لكوكب بندورة وبيروح يقابل القائدة أردامور، ودي بتبقى القائد العسكري لبعثة الأرضيين الجديدة. فبتفكروا أردامور بأن هدفهم واحد وهو القضاء على جيك والمتمردين من شعب النافي، لأنهم معطلين مشاريع التنمية الضخمة اللي بيعملوها على كوكب بندورة، علشان هم بدأوا يجهزوا الكوكب ده دلوقتي على إنه يبقى كوكب جديد للبشر ويقدروا البشر إنهم يتنقلوا ويعيشوا فيه. وبتقول أردامور لمايلز بأن جيك وجنوده بيكبدوهم خسائر كتير في البر والجو ومش عارفين يوصلوا لهم. وبتقول له كمان إن معسكرات جيك في كهوف وسط منطقة الجبال المعلقة، ولكن مش عارفين برضه يحددوا مكانهم بالظبط. فبيقرر مايلز إن هو يروح الجبال دي بطياراته العسكرية ويدوروا على جيك وقبيلته هناك، خصوصا بأن شكلهم كأفاتارات هو وجنوده هيسهل عليهم الاختلاط بشعب النافي، وبالتالي ممكن يثقوا فيهم فيدلهم على الأماكن السرية اللي في الكوكب اللي جيك بيستخبى فيها. وفي نفس الوقت ده بيكون لواك واخد اخواته البنات كيري وتوك ومعهم سبايدر ويوديهم عند الكابينة اللي كان فيها الكبسولات الافاتارات وسط الغابة، وده المكان اللي مات فيه مايلز جوه الروبوت الآلي بتاعه على ايد نيتيري وجيك. ولكن بيتفاجئوا بان مايلز وجنوده هناك ومش بيكونوا عارفين مين دول اصلا، لكن لواك بيبلغ ابوه جيك عن طريق الاتصال اللاسلكي اللي ما بينهم وبيقول له بان في اشخاص شكلهم زي شعب النافي ولكن غريب شوية، والاشخاص دول معاهم اسلحة. فبيتوقع على طول جيك ان دول افاتارات من كوكب الارض، وبيروح بسرعة هو وابنه الكبير نتنيان ومراته نيتيري على المكان ده. لكن مايلز بيكون اسرع منهم لانه بيلاقي الاولاد وبيقبض عليهم بكل سهولة، وبيعرف مايلز من سبايدر اسم امه، فبيعرف هنا ان هو يبقى ابنه. وبيقرر مايلز ياخدهم كلهم معاه للقاعدة العسكرية كرهائن، فبيبلغ القائدة أردامور وبيقول لها تبعت له طيارة عسكرية في المكان اللي هو فيه، فبتقول له ان هي جايه له بنفسها خلال ساعات، وبيدخل الليل عليهم وبيكون هو ده الوقت المناسب لجيك ونيتيري علشان يحرروا ولادهم من الأسر. فبيهاجموهم بالسهام وبيقتلوا كذا افاتار من الجنود، وبيقدروا انهم يحرروا اولادهم وبيهربوا بيهم بسرعة. لكن مايلز بيضرب عليهم قنبلة من بعيد فبتنفجر جنب سبايدر وبيقع على الارض، وبيقدر مايلز ياخده معاه كأسير. وفي القاعدة العسكرية بيحاولوا يستجوبوه عن طريق جهاز كشف الكذب علشان لما يسألوه ما يقدرش ينكر الإجابة، لأن هو حتى كمان لو كذب فيقروا الحقيقة جوه مخه. لكن سبايدر بيكون ذكي جدا وبيقاوم التعذيب كمان ومش بيرضى يقول أي معلومات عن جيك وجماعتهم. فمايلز بيقرر يستجوبه بنفسه بالسياسة وبدون تعذيب خالص لأن هو برضه يبقى ابنه. فبياخده معاه لغرفة التحقيق وبيوصف إن هو شاب شجاع وصبور، وبيطلب منه يروح معاه في رحلة جوه الغابة، وبيقول له إن هو مش هيسأله عن مكان جيك خالص لأن هو عارف بإن هو جدع ومش هيرضى يفتن عليه. لكن برضه مايلز بيهدده بإن هو لو ما سمعش الكلام وجه معاه هيرجعه تاني وهيسلمه لأردامور علشان تعذبه. فبيضطر سبايدر إن هو يوافق علشان على الأقل هيخرج من المكان ده وخلاص. وفي نفس الوقت بيكون جيك خايف إن التعذيب ممكن يخلي سبايدر يعترف عليه، وعلشان كده بيقرر جيك يسيب القبيلة ويتنازل عن زعامتها للنائب بتاعه، وبيكون مقرر إن هو هيعمل كل ده عشان خايف على عيلته من الخطر لأن أكيد مايلز هيعرف مكانه من سبايدر. وبياخد جيك عيلته وبيسافروا بالطيور المجنحة لمكان تاني خالص في الكوكب، ولكن المكان ده ساحلي على البحر وبيكون عبارة عن مجموعة جزر، وبيروح القبيلة من قبائل الجزر دي وبيكون
وبيكون اسم القبيلة دي متكينة، وزعيمهم اسمه تنواري ومراته اسمها رونال، وليهم ولدين وهم روكست وأونو، وبنت من سن كيري تقريبا اسمها تيسيريا. والقبيلة دي بيتكلموا انجليزي عادي، فبيطلب جيك من تنواري ان هو يقويهم عنده علشان يستخبوا من الارضيين، لكن تنواري بيكون قلقان ان البشر يعرفوا ان هم عنده فيهجموا عليهم، لان قبيلته ملهاش ذنب ولا ليهم علاقة بالحروب لانهم اصلا صيادين سمك وبس. لكن جيك بيوعده ان هو مش هيسبب لهم مشاكل، فبيقرر تنواري ان هو يستضيفهم عنده، وبيبداوا يتعلموا منهم صيد السمك والغوص وركوب اسماك الايلو. وعلى الناحية التانية بيكون مايلز واخد جنود ومعاهم سبايدر، وبيروحوا فوق جبل من جبال المعلقة، والجبال المعلقة دي هي مركز تجمع طيور الايروكان المجنحة، وبيقدر مايلز يركب واحد من طيور الايروكان وبيطير بيه، لان مايلز طلب من جنوده انهم لازم يبقوا زي شعب النافي جدا علشان الشعب هنا يثق فيهم فيعرفوا منهم مكان جيك بسهولة لو سألوهم. وبنرجع لجيك وعيلته واللي بيتعلموا بسرعة كل حاجة من القبيلة. وفي يوم بيتريق اونو ابن زعيم القبيلة دي على كيري، فبيضطر لواك اخوها انه يضربه، وجيك لما بيعرف بيزعق له وبيقول له ان عيب عليهم لان هم هنا ضيوف عند الناس دي، وبيأمره ان هو يروح ويعتذر له بسرعة. فبيسمع لواك كلام ابوه وبيروح يعتذر لاونو، فبيقبل اونو اعتذاره، لكن بيبقى جواه غل كبير وعايز ينتقم منه، فعلشان كده بياخده تاني يوم وهو معاه اصحابه وبيروحوا يصطادوا من مكان بعيد في عرض البحر، وهناك بيسيبوا لواك لوحده وبيرجعوا هم. فبيلاقي لواك مخلوق مفترس في البحر بيهاجمه، لكن على اخر لحظة بيجي حوت ضخم اسمه حوت التليكون وبيقتل المخلوق المفترس ده، وبيطلع لواك من البحر قبل ما يغرق وبيشيله فوق ظهره كمان وبيبقوا صحاب. وبنلاقي ان نظرات الحوت باينه فيها حب للواك جدا، لان لواك ساعده في ان هو يشيل له السهم الضخم اللي اخترق الزعنفه بتاعته، وبيرجعوا الحوت تاني للقبيله. فلواك بيقول له يرجع هو قبل ما حد يشوفه ويأذيه، فبيرجع الحوت تاني للبحر وبيدخل لواك القريه، وبيكون الكل متلهفين وقلقانين عليه جدا. وكمان اونو بيكون اعترف لابوه بان هو وداه يصطاد في مكان بعيد، وزعيم القبيله بيبقى شايف ان ابنه غلطان وكان عايز يجيب حق لواك من ابنه، لكن لواك بيطلع جدع وبيقول لهم ان اونو ملوش ذنب وان هو اللي صمم يروح بنفسه هناك. فبيتكسف اونو وبيحس ان هو صغير جدا قدام جدعنة وشخصية لواك، وعلشان كده بيقرر انهم يبقوا صحاب بجد. وفي تاني يوم بيحكي لهم لواك عن حوت التليكون اللي انقذه ورجعه، لكنهم مش بيصدقوه، خصوصا ان معلوماتهم عن الحوت ده بان هو خطير ومفترس جدا. لكن لواك بيأكد لهم بان هو حوت طيب وأليف وانهم كمان بقوا صحاب. وفي الوقت ده بيوصل نورم للجزيرة اللي عايش فيها جيك وعيلته مع قبيلة ميتيكينا، وبيكون معاه طيارة عسكرية سارقها من البشر، وعلشان كده البشر بيعرفوا عن طريق تعقب الإشارات مكان الطيارة. فبيخمن مايلز بإن جيك مستخبي هناك هو وعيلته، وبيقرر إن هو يروح لهم الجزر دي هو وجنوده بطيارات حربية مقاتلة بر مائية. وبيوصلوا فعلا للجزر وبيكون معاهم سبايدر، وبيروح القبيلة اسمها تاوين وي، وبيبدأ مايلز يوري لسكانها صورة جيك علشان يسألهم على مكانه، ولكنهم بينكروا إنهم يعرفوه. فمايلز بقسوة بيقتل مخلوق من مخلوقات الايلو البحرية علشان يخوفهم، ورغم ان سبايدر بيترجى انه ما يأذيش حد، الا ان مايلز بعد ما بيقتل المخلوق ده بيؤمر جنوده انهم يحرقوا الاكواخ. وفي نفس الوقت ده بيوصل لتنواري خبر بان مايلز معاه جنود وشاب من البشر وبيدوروا على جيك، وان هو قرب منهم جدا لان هو في الجزر اللي جنبهم دلوقتي. ولكن تنواري بيطمن جيك ان هو منبه على كل القرى ان محدش يقول على مكانهم، فبيشكروا جيك وبيبدأ يفكر في خطة عن دفاع عن عيلته عن القبيلة اللي مستضيفاهم عندهم، لان هو متأكد ان وصول مايلز ليه بقى امر اكيد هيحصل وقرب جدا. وبنعرف ان البشر بيصطادوا حيتان التريكون علشان يحصلوا على مادة غالية جدا جوه جسمه، والمادة دي اسمها مادة إميريتا، والمادة دي بتوقف الشيخوخة عند الانسان، فعمر الانسان بيطول وبيفضل شباب. وسعر العبوة من المادة دي 80 مليون دولار. وفي تاني يوم بيعرف سكان القبيلة المعركة اللي البشر عملوها في حيتان التريكون، ورغم ان زعيم القبيلة عارف انهم كقبيلة ملهمش ذنب يتعاقبوا بسبب جيك، لكنه برضه بيقرر ان مصيرهم يكون واحد ويقاوموا البشر سوا. وفي الوقت ده بيروح لواك واخواته اولاد تنوري يدوروا على الحوت صاحب لواك، وبيلاقي لواك فعلا، لكن بيلاقي في جسمه جهاز تتبع، فبيحاول لواك ان يشيله. لكن في الوقت ده مايلز وجنوده بيبقوا وصلوا بالسفن بتاعتهم، بس لواك بيكون انقذ الحوت وخلاه يهرب، وبيحاولوا هم كمان يهربوا تحت الميه، لكن مايلز بيقدر يصطادهم كلهم بشبكه كبيره، وبياخدهم كلهم رهاين معاه على السفينه علشان يبقوا وسيله ضغط تخلي جيك يسلم نفسه. وفي الوقت ده جيك بيعرف اللي حصل لان في تواصل لاسلكي بينه وبين ولاده، فبيروح جيك لتوناري وبيقول له ان ولادهم اتخطفوا، فبتجهز القبيله كل الاسلحه بتاعتها، وجيك ونيتيري وابنهم نيتينيام بيجهزوا الطيور المجنحه، وكلهم بيروحوا عند المكان اللي فيه سفينه مايلز واولادهم. ومايلز بيهدد
جيك ان هو هيقتل اولاده لو ما جاش لوحده. فبشجاعة جيك بيقرر انه يضحي بنفسه وبيروح علشان محدش يتأذي. لكن قبل ما يروح لمايلز بيجي الحوت وبيدمر السفينة، فبيهجم جيك والقبيلة عليهم وبتدور معركة كبيرة جدا ما بينهم، والضحايا بيكونوا كتير من الطرفين. وجيك بينط على السفينة وبيحرر اولاده وبيعمل لهم تغطية بالنار علشان يقدروا يهربوا. لكن للأسف وهم بيعملوا كده ابنه الكبير نتنيام بيتصاب وبيموت، وبيحزن جيك ونيتيري جدا على موته. وكان جيك معتمد بان لواك هرب اخواته لحد بر الامان، لكن للأسف مايلز خطف البنتين كيري وتوك. وبعدها بيطلب مايلز من جيك يروح له لوحده ويسلم نفسه الا هيقتل بناته. فبيتسلل جيك ونيتيري للمكان اللي مايلز فيه وبيبداوا يهاجموه بحذر شديد عشان بناتهم في ايده. وبيستغل مايلز الفرصة لان كل جنوده ماتوا ومفيش قدامه فرصة انه يهرب غير انه يهددهم ببناته. وكمان بيقول لجيك انه يسلم نفسه، لكن بيتفاجئ ان تينيري عملت نفس الحركة بتاعته وبتمسك سبايدر وبتهدده بانها هتقتله لو ما سابش بنتها. فبيضطر مايلز يسلمها بنتها لان احساس الابوة سيطر عليه وفضل ان ابنه يعيش. وبيشتبك جيك مع مايلز وبتكون معركة قوية جدا ما بينهم، وبيقدر جيك انه يوقع مايلز في البحر ويغرقه. لكن بعد ما بيمشوا بنلاقي ان سبايدر بينقذ مايلز لانه برضه ابوه، خصوصا ان مايلز لسه قبلها مرضيش يخلي نيتيري تأذي سبايدر. لكن برغم كل ده لما مايلز بيطلب من سبايدر ان هو يرجع معاه لكوكب الارض، سبايدر بيرفض وبيقول له بان مكانه مع جيك وعيلته وان مكانه مش معاه هو. وبينتهي شر البشر مؤقتا على كوكب بندورا. وبس كده فيلمنا بيخلص، وبكده بيكون خلص الجزء الثاني. واستنوا بقى الجزء الثالث اللي هينزل بعد كام يوم. واللي كمل لغايه هنا فياريت تعمل كومنت بالايموجي اللي انت شايفه على الشاشه ده عشان بس اعرف كام واحد كمل الفيديو لحد الاخر. وما تنسوش توصلوا الفيديو ل 10000 لايك علشان ننزل لكم الجزء الثالث في اسرع وقت ممكن. وما تنسوش تحاولوا توصلونا ل 100000 مشترك عشان خلاص قربنا جدا. ونشوفكم في الجزء الثالث، ويلا سلام.